الصغار فرحون جدا في هذا اليوم، لهم مطلق الحرية باللعب، فلا بيوت صغيرة لا مكان للعب فيها، ولا شوارع ضيقة بالكاد تتسع لسيارة واحدة وشخصان يمشيان، فهذا المكان واسع بالرغم من كثافة الناس الموجودين فيه. فالمكان تم اختياره بذكاء بجانب حي تشرين. أما الكبار فالكثير منهم فقد التفوا حول الفرق الفلكلورية التي تقدم الأغاني والرقصات الكردية، والبقية منهم يتمشون بين الشجر، منهم من ينتقل بين الفرق. أما النساء الكبيرات في السن فيحضرن الغداء. وحدها هيفين تائهة تبحث عن جوان بين حشود الناس، تراقب جميع الوجوه علها تجد وجهه ولا تجده، وعندما تفقد الأمل برؤيته تلجأ إلى صديقتها نسرين مضطرة. هي لم تخبر أحدا بحقيقة مشاعرها تجاهه، وهي كتومة بطبعها، ولأنه لا يبادرها المشاعر أيضا، ولكن هيهات يستطيع العاشق كتم سره، فالعشق يظهر على الوجوه وفي العيون. هيفين: كيف النوروز معك نسرين؟ نسرين: جميل جدا، ومن حظنا أن الجو ربيعي ومشمس. هيلين: ألم تري أحدا من الطلاب؟ نسرين: مثل من؟ هيفين: أيا كان. نسرين: رأيت همرين وسامية. هيفين: ومن الشباب؟ نسرين: رأيت أحمد. هيفين: ومن غيره؟ نسرين: من تقصدين؟ هيفين: لا أحد محدد. تلتفت هيفين حولها باحثة عن ضالتها، فتفاجئها نسرين لأنها تعلم عمن تبحث. نسرين: هل تقصدين جوان؟ تصمت هيفين لثواني، ولكن يجب أن تعرف أين هو. هيفين: نعم. نسرين: إنه في بحيرة زرزر يا ذكية. هيفين: ماذا؟ بحيرة زرزر؟ نسرين: نعم، فقد رأيته صباحا في الباص أمام باب المدينة، وقد كانت هيلين جالسة بجانبه. الصدمة كانت أكبر من الكلام وأكبر من هيفين، لذلك لم تنطق بكلمة واحدة، بل تركت نسرين وغادرت لتبتعد عن الجميع وتجلس تحت شجرة زيتون وتبدأ بالبكاء. ففي هذه اللحظة لم تفكر بمؤامرة أو انتقام، بل تبدو كجيش مهزوم منهك. إنها الآن تشفق على نفسها وعلى حبها، وتبدأ المناجاة بصوت عال: لماذا يا الله؟ لماذا يكون قلبي معلقا بشخص لا يعتبرني موجودة؟ فهذه هي السنة الرابعة وأنا أعاني من حبه، وهو لا يحس بي. أحب الأولى وأطلق رصاصة الجفاء على قلبي، وأنا أراهما يلتقيان في كل يوم أمام عيني، وعيناي تحترقان غيرة وغضبا، ولم يكن بمقدوري إلا مراقبتهما من بعيد وحرق أعصابي وروحي. فصرت أكره المدرسة بعد أن كنت أحبها لأجله، وبعد أن تركها وجئنا بنفس الكلية قلت لنفسي لقد فرجت، فأحب أخرى وأنا القريبة منه، العاشقة جنونه. لما يا رب لم أعد أحتمل، لا أستطيع نسيانه. بعد أن غسلت دموعها ووجنتيها ذهبت لصديقتها التي جهزت الغداء، ولم تتحرك من مكانها، فقد انتهى النوروز بالنسبة لها. شيار: أين كنتما؟ جوان: فوق الجبل. شيار: ألم تركبا الخيل؟ جوان: ما رأيك يا هيلين؟ هيلين: لا، فأنا أخاف منه. شيار: إذن دعونا نذهب لركوب السفينة. يذهب الثلاثة لتمضي بهم السفينة مع بعض رفاقهم، والجميع فرح بالنوروز وبهذه الرحلة الجميلة. أما جوان وهيلين فهما فرحان اليوم أكثر، فقد فتحت لهما بوابة مملكة الحب، ولا أحد غير العشاق يعلم عظمة هذه المملكة التي
تختلف بوابتها وأسوارها وحتى شعبها عن ممالك الحكام. يمضي اليوم سريعا بالنسبة لهما، كما اعترفا لبعضهما بعضا عند وصول الباص إلى المدينة الجامعية. جوان: لقد مضى اليوم مسرعا. هيلين: نعم. جوان: هل أراك غدا؟ هيلين: لقد تعبت اليوم كثيرا، وغدا لدينا حملة تنظيف في الغرفة. جوان: كما تريدين. هيلين: بعد غد ليس لدي دوام، فإن لم تكن لديك محاضرات يمكن أن نلتقي. جوان: ليس لدي شيء، سآتي في 11. هيلين: اتفقنا، ومرة أخرى كل نوروز وأنت بخير. جوان: وأنت بخير، إلى اللقاء. في تلك الليلة أعادت هيلين كلام جوان معها، وكانت تشعر بسعادة لا حدود لها، وتذكرت كلام صديقتها مريم: إن كان جوان جبانا مثل آوار فأنت اعترفي بحبك له وليحدث ما يحدث، تقول لنفسها. ولكنه اعترف، فلماذا لم أعترف له؟ ولماذا أصاب الشلل لساني؟ وكتمت عنه بأنني كنت دائما أفكر به، ورفضت الزواج بابن عمي لأجله، ولجأت إلى مريم لأنني لم أحتمل حبس أحاسيسي. لماذا لم أقل له بأنني متمنية، وتمنيته موجودا في ذلك العرس لأتكلم معه وأرقص معه؟ أنا جبانة، ولكن بالتأكيد عرف بأني أبادله الحب، فلولا ذلك ما كنت تركته يسترسل بمغازلتي، لينتهي باعترافه بحبه لي وركوب السفينة معه والجلوس معه في الباص. إذن اعترفت بصمت. يقبل الفجر عليها وهي بهذه الحال فتنام، علها تملك الجرأة في اللقاء القادم. أما جوان فلا يعطي سعادته لأحد، إنه منتش بالحب لدرجة الجنون، ولا يحس بأنه رفع صوت آلة التسجيل كثيرا، فيناديه شيار الذي انزعج من الصوت: شيار، نعلم بأنك عاشق وسعيد، ولكن دعنا ننم لأن لدي دوام غدا. جوان: حاضر. شيار: ألن تداوم غدا؟ جوان: كلا، سأدرس هنا، أفضل من أن أضيع وقتي في المحاضرات. يرفع أحمد رأسه بعد أن غفى وأيقظه صوت آلة التسجيل: أحمد، أكيد لن تأتي الحبيبة غدا إلى الجامعة. جوان: صدقت. وأنت ما وضعك؟ أحمد: أنا أبيعهم كلاما فقط، لست متفرغا لهذه الأمور. رأسي في ماكينة الخياطة من الصباح إلى المساء، وآتي لأضع رأسي على المخدة وأنام فورا، ولست مستعدا بعد هذا التعب أن آتي لأمضي بقية الليل في التفكير مثلك، فالحب لا يشبع البطون. شيار: حكيم أنت يا أحمد، وأنا من رأيك. جوان: ولكن الحب يشبع الأرواح. شيار: إن كانت الروح جائعة يستطيع المرء الاستمرار في الحياة، على عكس البطن يا صديقي. أحمد: صدقت يا شيار. جوان: يعني اتفقتما علي الاثنان لأننا الأصح. جوان: إذن ابقيا في عالمكما وأبقى في عالمي. شيار: لا بأس، ولكن أخفض صوت المسجلة ودعنا ننم. جوان: أصلا اتفاقكما لأجل المسجلة، وها قد خفضت الصوت فناما. بعد انتهاء النوروز مباشرة تصبح القرية خالية من سكانها تقريبا، لأنهم يعتمدون في معيشتهم على الأعمال الزراعية، ولأن القرية ليس فيها آبار ارتوازية وتعتمد على الزراعة البعلية، فيضطر معظم أهل القرية إلى الاتفاق مع ملاكي الأراضي المروية في القرى البعيدة عن قريتهم لزراعة القمح والقطن بنسب متفق عليها بين الفلاح والمالك. وعمل الفلاحين متعب جدا، فمن سقاية القمح يتحول إلى زراعة القطن وسقايته، ثم إلى اقتلاع الأعشاب التي تضر بالقطن واقتلاع شتلات القطن الزائدة كي تتنفس الشتلات الباقية وتأخذ أكبر كمية من المياه لتعطي إنتاجا أكبر.
وتستمر سقاية القطن طوال أشهر الصيف الحارة. ويكره الفلاح نفسه عندما ينمو القطن، فيكون واقفا تحت الشمس الحارقة، وتحت رجله تسري المياه، فتتشكل الرطوبة التي تضيق تنفسه، ليأتي موسم القطاف بعد حصاد القمح ب3 أشهر ونصف، ليبدأ وعائلته بقطف القطن وتعبئته في أكياس، وفي النهاية فإن نسبته من عمله لا تساوي نصف تعبه. فهذه هي حال الجزيرة السورية التي تعد سلة سوريا الغذائية، والشعب محتار في لقمة عيشه. أما عائلة أبو حسن فلا تقوم بهذه الأعمال، فمعظم أولاده يدرسون بحسب رغبته، فهو لا يحبذ هذه الأعمال رغم معاناة أسرته اليومية. فقد خسر سيارته، وخسر البقرة الوحيدة التي كانت تساعد في مصروف البيت قليلا وتقدم لهم الحليب واللبن. لذلك تراه يدخن كثيرا، ذلك التبغ الرخيص السيء الذي يأتي من اللاذقية. يجلس دائما في الصالون والباب مفتوح على مصراعيه، يتأمل حقول القمح التي تئن عطشا، وبالتأكيد يأمل الرحمة، يطلبها من السماء، لكن السماء جافة. وفيما هو جالس كعادته تأتي أم حسن حزينة. الأب: ما بك؟ الأم: قلت لك 10 مرات اجلب كيسا من الطحين الجيد كي نخلطه مع هذا الطحين. الأب: ومن أين لي السم حتى أجلب الطحين؟ الأم: ولكن يجب أن تجلب، لأن هذا الطحين بدون نشاء، وكلما أخبز يقع رغيف أو 2 في التنور ويعذبني كثيرا أثناء العجين. الأب: يا ربي يا إلهي، ماذا أفعل؟ أعلم أن هذا الطحين سيء، ولكن لا حيلة لدي. الأم: سأحتمل العذاب وأمري إلى الله، لكن ماذا سنفعل؟ اليوم أو غدا ستنتهي علبة السمنة. الأب: جاءت علبة السمنة لتكمل العرس، وماذا ينقص أيضا؟ الأم: الشاي والرز. الأب: الشاي أيضا؟ الأم: اسأل نفسك، فأنت تشرب الشاي وكأنها روح الحياة. الأب: إنه الملل، والشاي أيضا ليست مشكلة، قولي ماذا يلزم غير ذلك. الأم: منذ أكثر من 10 أيام والأولاد لم يأكلوا لحما. الأب: وما بها دجاجاتنا؟ الأم: لم يبقى سوى 15 دجاجة، وهي لأجل البيض، فعلى الأقل هناك بيض على الفطور. الأب: ليست مشكلة، سأجلب ما يلزم وكله بالدين. الأم: ومن أين ستوفي ديونك والموسم بهذه الحالة؟ الأب: سيفرجها ربك. الأم: ولماذا لا تذهب إلى أعمامك في تركيا وتطلب منهم المساعدة؟ الأب: أنت تتحدثين عن الموتى. الأم: لماذا؟ ألا يتمتعون بأرض أبيك منذ 100 عام؟ الأب: قلت لك أنت تتحدثين عن الموتى، اجلبي ثيابي. تذهب الأم لجلب الثياب. يسحب أبو حسن دخان سيجارته الشبيه بالرصاص إلى صدره، ويرفع رأسه إلى السماء ويقول: افرجها يا رب. مر اليوم التالي من نوروز ثقيلا على كليهما بالرغم من سعادتهما، ولكن أرواح العشاق تسعى دوما للقاء. فهيلين كانت تشغل نفسها بتنظيف الغرفة بعد أن نظفتها مع صديقتها وهي تسمع الموسيقى. أما جوان فقد أمضى يومه بالدراسة، وفي اليوم التالي كان مزروعا أمام الوحدة السكنية التي تسكنها هيلين قبل الموعد بنصف ساعة. هي كانت جاهزة للقاء منذ 10، وكل عدة دقائق تنظر من النافذة، وبمجرد أن لمحته ذهبت إليه وهي تنبض بالحب. أما هو فلم ترتجف ركبتاه هذه المرة، فاعترافه بحبه قطع أشواطا من التوتر. أما قلبه وبمجرد مجيئها نحوه غدا كقلب غزال لمح نمرا قادما نحوه. هيلين: صباح الخير. جوان: صباح المسك، صباح المطر. تضحك هيلين
ومع ضحكتها تنفتح أبواب السعادة. هيلين: لكن الجو مشمس. جوان: أنت المطر. هيلين: بل أنا شجرة يابسة وحجر قاس. جوان: بل أنت المطر، فلولاك ما كانت ينابيعي تفجرت ثانية، وما كانت دمائي المتجمدة قد جرت من جديد في شراييني. هيلين: ما كانت ينابيعك تفجرت ثانية؟ إذا كانت لديك ينابيع وجفت. جوان: وهل سنبقى واقفين هكذا؟ دعينا نجلس على العشب. هيلين: بشرط أن تتكلم عن ينابيعك التي جفت. جوان: لن أخفي عنك شيئا يتعلق بي. يجلس الاثنان على العشب حيث تحيط بهما الخضرة من كل جانب في هذا اليوم الجميل، وكأن الصباح جهز نفسه لهذا اللقاء. هيلين: تكلم عن ينابيعك الجافة يا جوان. تقولها وفي نفسها تشعر بغيرة من ينبوع لم تعرف قصته بعد. جوان: ولماذا لا نتكلم عن بعضنا ونترك الحديث الثاني ليوم آخر؟ هيلين: إذا ستخفي عني قصتك؟ جوان: لا. هيلين: فلماذا تتهرب؟ إذا جوان: أنا لا أتهرب، ولكن اليوم سعيد بك ولا أريد التحدث عن أي شخص آخر. هيلين: علاقتنا يجب أن تكون كصفحة بيضاء، ولا بد ومن البداية أن يعرف بعضنا كل شيء عن بعضه الآخر. جوان: كما تريدين. توجه جوان بعينيه إلى الأفق وصمت قليلا. إنه حين يتحدث عن حبه الأول لا ينظر إلى وجه أحد ليستحضر وجهها من الأفق أو من الشجر هنا. انزعجت هيلين، ولعلها أحست بأن تلك الفتاة تملأ عالمه. هيلين: ما بك؟ هل ستصمت كثيرا؟ جوان: عندما كانت تمشي كان قلبي يمشي معها، وروحي تطاردها كطفل يركض خلف أمه، وعند انتهاء الدوام كان جسدي يذهب إلى البيت، أما روحي وأحاسيسي فكانا يطاردانها. فأنا لم أكن أنا، بل كنت هي، وهي كانت أنا. كنا نتكلم كثيرا في بداية علاقتنا من غير أن يعترف أحدنا للآخر بحبه. أذهب إلى البيت وأبدأ بكتابة رسالة طويلة أعبر فيها عن عشق لا محدود لها، ثم أنتظر بلهفة السنابل للمطر كي يأتي اليوم التالي فأسلمها دفترا فيه الرسالة، وأنتظر لليوم التالي كي أستلم ذلك الدفتر وفيه أشواقها، وكيف أنني أملها الوحيد في عالم لا يحمل لها إلا آلاما ومآسي. كل طلاب المدرسة كانوا يتحدثون عن حبنا، ونحن لا نتحدث عنه إلا في الرسائل. عندما كانت تسير نحوي كنت أتحول إلى حفنة ملح في نهر كبير، وعندما كانت تحدثني كنت أحس بأذني وقلبي فقط. لم أكن أغيب عن المدرسة أبدا، حتى عندما كسرت قدمي ذهبت إلى المدرسة، فلم أكن أعيش يومي من دونها، وبدونها لم يكن لي يوم. هكذا كانت تسيطر على عواطفي، وكذلك كنت مالكا لعواطفها. كانت رقيقة، صوتها يشبه نقر حبات المطر. لم تقوى على فراقي، ولم تكن تهتم لكلام الطالبات عندما يسألنها كيف تحبين شخصا أصغر منك؟ هيلين: وهل كانت تكبرك بكثير؟ جوان: أنا كنت في الإعدادية وهي كانت في الثانوية، تتقدمني بصفين، لكنني كنت أصغر منها بسنة واحدة لا بسنتين، لأن والدي تأخر بتسجيلي في دائرة الأحوال المدنية. هيلين: يبدو أنك تحب من هن أكبر منك سنا. جوان: ليس للحب سنون. هيلين: هل تعلم الآن وأنت تصفها أحس بالغيرة منها؟ كم كنت تحبها؟ جوان: أكثر من الحب. هيلين: ولماذا لم تستمر علاقتكما؟ جوان: لأني طلبت منها أن تترك الحزب اللعين ولم تترك. هيلين:
ولماذا لم تتركه وهي تحبك؟ جوان: لأنها لم تكن تتوقع أن أتركها، وكان الحزب حجتها كي تخرج من البيت وتلتقي بصديقاتها. أمها كانت متشددة وقوية، تمنعها وأخواتها من الخروج من البيت. هيلين: وماذا فعلت بعد أن تركتها؟ جوان: ظلت تحاول لمدة سنة كي أعود لها ولم أعد. هيلين: ما اسمها؟ جوان: سيماف. هيلين: وبعدها هل أحببت؟ جوان: بقيت تائها حتى وجدني حبك. هيلين: وهي؟ جوان: تزوجت بعد أن فقدت الأمل بعودة إليها من رجل لا تحبه. هيلين: هل كانت جميلة؟ أصبحت هيلين كمحقق يسأل السؤال تلو السؤال، لأن جوان يتحدث عن سيماف بحسرة من فقد نصف روحه ومعظم سنين حياته. جوان كانت ككل زهور الياسمين الدمشقي وكسنابل القمح في قريتي. كلما كان الربيع يغزو قريتي ويغطي البيادر والتلال بالعشب والورود لم أكن لأتذكر سواها. بعد ذلك لم أقل لأحد أحبك إلا إليك. كنت أشعر بأنني سأخونها إن أبديت إعجابي بغيرها، وكنت أفرح إن رأيت فتاة بشعر كشعرها، أو إن مرت فتاة بجواري تضع نوع عطرها. كنت أتجمد مكاني وأتمنى أن أسألها عن اسم العطر فأشتريه وأشمه دائما. هيلين: ولماذا لم تسأل حبيبتك عن اسم العطر؟ جوان: لأن صاحبة العطر كانت معي، ولأنني لم أكن أفكر مجرد تفكير بالابتعاد عنها. هيلين: أيهما الأجمل، هي أم أنا؟ يصمت جوان، إذ أن سيماف بالنسبة له هي الأجمل من بين نساء الأرض، لكنه يخشى أن تنزعج هيلين إن قال ذلك، ولكن يجب أن يكون صادقا، فهو يكره الكذب ولا يريد أن يخون جمال الأولى. هيلين: مفهوم، هي الأجمل. أيضا يبقى جوان صامتا، لكنها تريد أن يقول رغم معرفتها بالجواب. هيلين: هي الأجمل، أليس كذلك؟ جوان: نعم. هيلين: لقد تأخرت، يجب أن أذهب. جوان: لا، لقد انزعجت، لذلك ستذهبين، وأنت طلبت مني أن أتكلم عن حبي الأول. هيلين: بصراحة عندما تكلمت عنها أحسست بالغيرة منها، أما الآن فأنني أحسدها لشدة حبك لها ولأنك لا زلت تحبها. جوان: أنا أحبك. هيلين: وتحبها أيضا. جوان: هي ذهبت في طريقها وأنت الآن كل طريقي. هيلين: لا مشكلة، ولكن يجب أن أذهب. جوان: متى نلتقي؟ هيلين: لا أعلم. جوان: غدا؟ هيلين: كلا، دعها ليوم آخر عن إذنك. تمشي هيلين ويبقى جوان جالسا مع السجائر التي لا تنطفئ ويسأل نفسه: هل أخطأت لأنني تحدثت عن سيماف؟ ولكنها أصرت، ولا أستطيع أن أصف سيماف بكلمات عابرة لأنها لم تكن عابرة، فقد كنت وسأبقى صادقا مع هيلين، وإن لم تتقبل صراحتي فتلك مشكلتها. يطفئ سيجارته في العشب بغضب ويغادر المدينة الجامعية. أما هيلين فلم تذهب إلى غرفتها، بل خرجت من المدينة باتجاه كلية الآداب، ولم تكن تريد أن يراها أحد وهي على تلك الحالة من عكر المزاج. وعند باب الكلية تراجعت لسبب ذاته ومشت على طريق الأوتوستراد الفاصل بين الكلية والمدينة، تتقاذفها مشاعر مختلطة من الحب والغيرة والغضب من كلام جوان، وأصبحت تكلم نفسها بصوت مرتفع. كان يحبها أكثر من الحب، قالها وكأنني لست موجودة، وتحدث عنها وكأنها أمامه. رأيتها في حدقتي عينيه، لقد تغير لون وجهه واحمر. وصفها بصفات لم أسمع
بها. كلما يغزو الربيع قريته لم يكن يتذكر سواها، ولا يزال يتكلم عنها بحزن عميق وشوق لا ينتهي، وهي لم تسمع كلامه وتركها. ويبدو أن هذا البعد بينهما لم ينهي حبه لها، وربما هي أيضا لا تزال تحبه، فقد حاولت سنة كاملة كي يعود لها. إذن هي أيضا مثله. وما يقهرني أنه عندما ذكر اسمها خرج الاسم من أعماقه. لا أعتقد بأنه يحبني، فقد شممت رائحة حبها من كلامه عنها. كم أكرهها. تقف هيلين وتأخذ نفسا عميقا، تقول لنفسها أيضا بصوت مرتفع: يا عذراء، ما هذا الجنون الذي أنا فيه؟ يبدو أنني سأفقد عقلي لأكن عاقلة. يقول: هو من تركها، إذن هو لا يريدها، ولم يغصبه أحد على تركها، ولم يعد لها رغم محاولاتها المتكررة، ومضت سنوات على فراقهما، وقد أحبني رغم وجود فتيات كثيرات وجميلات، وهن في مثل عمره وزميلات له في الكلية، وقد فضلني عليهن جميعا. إنه صريح معي رغم قدرته على إخفاء حبه الأول. وحديثه عن حبيبته الأولى دليل وفائه في الحب، وقلة من الشباب يبقون أوفياء لحبهم الأول. فلماذا انزعجت لهذه الدرجة وهي من الماضي وأنا الحاضر، وهو حبي الأول وسيكون الأخير؟ لذلك يجب ألا أكسر قلبه كما فعلت قبل قليل. تقنع نفسها وترتسم الابتسامة على شفتيها الرقيقتين، وتعود إلى المدينة الجامعية وقد قررت أن تعترف بحبها.